هاقول لك على حاجتين وتقول لي إحساسك بعد كل حاجة منهم. لو أول حاجة هي إنك أنت بتستخدم حاجات جاهزة، زي مثلًا إنك بتشتغل على project ومحتاج lower third، فلجأت للحاجات الجاهزة واستخدمتها. إحساسك بعد الموضوع ده هيكون عامل إزاي؟ لو أنا مكانك هاقول لك طبعًا هابقى متراضية جدًا، خلّصت الproject وارتحت منه وكمان وفّرت في الوقت والمجهود وطلّعت حاجة كويسة. لكن تعالَ نشوف إحساسك بقى في الموقف التاني. إنه أنت شغال على project وعندك lower third محتاج تستخدمه، بس الlower third ده في ذهنك أنت بس. يعني إيه؟ يعني أنت اللي راسم صورة ذهنية للlower third من أول الشكل بتاعه والألوان بتاعته والanimation بتاعه. الlower third ده مش موجود في الواقع، يعني مش هتلاقيه على أي ويب سايت، لأن أنت اللي مفكّر في كل تفاصيله. طيب إيه إحساسك لو أنت بدأت تعمل الlower third ده من أوله لآخره وطلّعته بنفس النتيجة اللي موجودة في دماغك، ومش بس كده، ده أنت كمان قدرت تحتفظ بيه كملف مُجِر وتخلّيه جوّه البريمير تعدّل عليه وتستخدمه في أي وقت. فهاقول لك إحساسي أنا لو مكانك في الموقف ده، بصراحة باحس بمتعة تانية مختلفة تمامًا. مش بس إن أنا خلّصت الproject لكن كمان باحس اللي هو إيه ده يا سارة، ده أنتِ شاطرة أوي، أنتِ مش بس فكّرتِ في lower third، أنتِ كمان قدرتِ تطبّقيه وتنفّذيه وتطلّعيه بنفس الصورة اللي أنتِ راسماها بالضبط. فبالتالي المتعة بتكون مختلفة وكمان باتمكّن أكتر وباكتسب خبرة. فعلشان كده حابة أشاركك النهارده بlower third هنشتغل عليه، وتعالوا نشوف هنقدر نعمل كل الحاجات دي إزاي بطريقة بسيطة وسهلة جدًا. دلوقتي هنشوف الlower third اللي هو ده اللي هنشتغل عليه. بالمناسبة الlower third ده أنا ما شُفتهوش على أي web site، أنا جِه في دماغي كده وحبيت إن أنا أطبّقه وفعلًا طلّعت النتيجة اللي أنا عايزاها، زي ما أنتم شايفين. فتعالوا نشوف هنعمل ده إزاي. هاضغط على control N باعتبار إن ده after effects فnew composition مش new sequence. وبعد كده هابدأ أعمل إيه، هاجي بالpen tool وهابدأ أرسم الline بتاعي بshift أهو علشان ما يبقاش ولا طالع ولا نازل معايا. فبعد كده هاعمل إيه، هاجي أهو من هنا، وبعد كده هابدأ إن أنا هاقفل الfill بالشكل ده، وهافتح الstroke بتاعي. تمام، تمام. أنا شايفة مثلًا إن الحجم ده كويس، وعندي الanchor point بعيدة عن الline بتاعي، فبالتالي لو جيت حرّكت أو كبّرت من الscale أو صغّرت أو كل الحاجات دي هيبقى بشكل مش مضبوط. فهاعمل إيه، double click بس هاضغط control وهنا double click، فهالاقي الanchor point اتحرّكت للمركز بتاع أو الcenter بتاع الline. وهاجي من هنا كده هاقول له rename وهاضغط أو هاكتب line بالشكل ده علشان ما نتلخبطش. طيب أنا دلوقتي بعد ما رسمته في حاجتين أنا المفروض أعملهم. عايزة أخلّي الحواف بتاعتي تكون rounded وفي نفس الوقت أعمل له الحركة أو الanimation بتاعه. فعلشان أخلّيه rounded هادخل من هنا كده أهو على الshape، وهاجي هنا هالاقي حاجة اسمها stroke وهالاقي الline cap وهاقول له rounded cap. فبالتالي زي ما أنتم شايفين الحواف بقى شكلها إيه. بعد كده عايزة أخلّيه يترسم، هافتح هنا تاني هاقفل كل ده، وعند add هاقول له trim base، ضيف لي الtrim base. الtrim base لمّا آجي أفتحه هالاقي إن هو ضايف لي حاجة اسمها start وحاجة اسمها end. هاعمل إيه، هاحط keyframe هنا وkeyframe هنا، وهاجي هنا أخلّي الstart 50 والend برضه 50. أوكي، فأهو. وهامشي كده شوية وهاخلّي الstart دي 0 وهاخلّي الend دي 100. فتعالوا نشوف. طبعًا لو عايزة أخلّي حركته أسرع هاقرّب الkey frames ودي يعني ما فيهاش مشاكل، أهو. فأنا كده وصلت لأول حاجة، تعالوا بقى نقفل ده. هاجي هنا هافتح أو هاضغط على حرف الU علشان يجيب لي الkey frames اللي على الline ده أو على الlayer ده sorry. طيب دلوقتي أنا وقفت هنا وهاجي بقى هاقف في حتة فاضية، يعني مش هابقى واقفة على الlayer ده كده علشان لو رسمت الrectangle بتاعي أو الshape بتاعي اللي هاخلّيه ينزل من هنا، هيبقى ده جوّه ده، يعني اللايرين هيبقوا جوّه بعض، أنا مش عايزة كده. فهاضغط في مكان فاضي وبعد كده هاقول له إن أنا عايزة أرسم rectangle، وهاجي بالشكل ده كده أهو، بالطريقة دي، وهابدأ أهو، زي ما أنا عايزة بالحجم اللي أنا عايزاه بتاعه. هاقفل بقى الstroke وهاخلّيه fill. تمام، الfill ما اتفتحش أهو.
فأنا لغاية كده الدنيا تمام، بس محتاجة إن أنا آجي هنا هاقول له إن ده الshape بتاعي. تمام، إحنا ماشيين أهو خطوة، خطوة، ومن الposition هابدأ بقى أضبّط ده على ده أهو، بالطريقة دي. طيب تعالوا بقى نعمل الkey frames بتاعتنا، هاحط هنا key frame وهامشي شوية لقدّام وأحط key frame تاني، وهاجي على أول واحد هاخلّي إن الshape بتاعي يكون فوق. بُصّوا كده، لأ محتاج ينزل سِنّة، أهو، سِنّة كمان، بالطريقة دي. طيب تعالوا نشوف النتيجة، الline بيترسم والshape بينزل. طيب إيه اللي حصل ده الshape يعني ليه فوق كده؟ تمام، ما بيختفيش فوق، أنا عايزاه ينزل كإنه بينزل من الline ده، زي ما إحنا شُفنا هنا، بُصّوا كده بينزل أهو من الline نفسه، بعد ما الline بيتفرد دي بتتفرد معايا، مش بتبقى ظاهرة وهي فوق. هاقول لك على تركاية ودي اللي لازم نركّز فيها كويس أوي، علشان دي هنحتاجها يعتبر في معظم أي lower third هاعمله. فهاعمل إيه؟ وأنا واقفة عند الkey frame التاني ده وخلّينا مركّزين مش الأولاني، هاضغط على control D علشان أduplicate الlayer ده، وهاجي هاشيل الtoggle animation أو الkey frames بتاعتي، وبعد كده هاجي من الtrack matte بتاع الshape هاربطه بالألفا، هنا هنعمل rename وهاقول له إن دي الألفا بتاعتي، فين أهو، دي الألفا بتاعتي، هاخد الtrack matte بتاعي هنا وهاربطه بالألفا، بُصّوا كده. طيب إيه اللي حصل؟ أولًا أنا لمّا عملت duplicate أو ممكن كمان أرسم الألفا دي بالpen tool عادي جدًا، بس أنا عايزاها تبقى بنفس الحجم بتاع الshape نفسه، فعلشان خاطر كده أنا جيت عملت duplicate ومن الtrack matte خلّيت إنه الtrack matte بتاع الshape يتربط بالألفا، فبالتالي خلّيت إنه أهو دي أبعاد الألفا بتاعتي، فخلّيت إنه الshape بيظهر في أبعاد الألفا، بُصّوا كده. أول ما يبدأ ييجي أهو بيملى في الأبعاد بتاع الألفا، لو نزلت بالshape شوية لتحت مش هيبقى باين زي فوق كده، لإنه الألفا بتاعتي أهي، دي الحدود بتاعتها اللي هو راسمها لي، فبالتالي خلّيت الshape اختفى جوّه الألفا، يبقى ده يعتبر دي منطقة الظهور بتاعته، فمنطقة الظهور بتاعته اتحرك عنها يمين، شمال، فوق، تحت، مش هيظهر معايا، لكن هيبقى ظاهر معايا في الحدود بتاعة الألفا اللي أنا حددتها له، فبالتالي أهو بُصّوا النتيجة اللي أنا عايزاها وتمام جدًا. طيب بعد كده عايزة آجي هنا بقى أكتب مثلًا سارة هاني، فهاضغط على كليك يمين وهاقول له new وnew text وهاكتب مثلًا سارة، تمام؟ وهاجي بعد كده هاخد الtext ده مثلًا هاخلّيه هنا. عندي حاجة من الاتنين ممكن أعملها، ممكن إن أنا أربط الكلمة أو الاسم بتاع سارة بالparent أربطها بالshape. تمام، فبالتالي أهو بُصّوا كده لمّا تنزل الshape تنزل معاها، بس في عندي حاجة إن أنا لازم الكلمة برضه الparent بتاعتها أو الtrack mate بتاعتها أربطها برضه بالألفا علشان لمّا تطلع فوق كده ما تبقاش ظاهرة، فبُصّوا كده نازلة معايا إزاي بالشكل ده، فدي أول نتيجة أنا ممكن أعملها. تاني نتيجة إن أنا ممكن ألغي ده أقول له none وهنا none تمام، وأخلّي بعد ما الshape ده بيترسم معايا أهو ده آخر key frame بتاعي، أخلّي الكلمة برضه تبقى هكذا، أهو دي الposition وهابدأ أعمل key frame هنا وأمشي شوية وأحط الkey frame بتاعي التاني وآجي على أول واحد أخلّيه فوق، بُصّوا كده أهو دي النتيجة، بس برضه بيظهر عندي فوق، فهاعمل إيه، هاجي من الtrack matte بتاعه هاربطه بالألفا أهو، علشان برضه يظهر في حدود الألفا اللي هو الجزء اللي من تحت، أهو. فكده وصلت لنتيجتين مختلفين. طيب أنا دلوقتي بعد ما عملت كل ده عايزة مثلًا أكتب فيديو editor زي اللي أنتم شُفتوها بالضبط هنا، أهو كاتبة بعد كده بُصّوا فيديو editor فأنا هاعمل إيه، هاجي بعد كده أهو هاحط key frame هنا تاني، ده key frame الثبات، وهاجي هنا مثلًا هاحط key frame وهامشي شوية تمام، وخلّيني أرفع كلمة سارة هاني أو اسم سارة هاني،
فبصوا أهو النتيجة، أنا ماشية بالراحة وخطوة خطوة وبوريكم كل نتيجة علشان يبقى الموضوع سهل. طيب بعد ما وصلت لغاية هنا ممكن أضغط نيو تكست تاني واكتب مثلا after effects مثلا أهو. تمام، ويخليني أخدها هنا، حسيتها كبيرة فهبدأ أصغر من حجمها كده شوية. تمام، وبعد كده هاجي هنا من البوزيشن وأنا واقفة هنا عند آخر كي فريم بتاع سارة، فهخلي إنه أحط كي فريم هنا وأمشي شوية كي فريم تاني وهاجي عند الأولاني هخليه يترفع معايا كده لفوق، وبرضه علشان ما يظهرش فوق هاجي بالتراك مات هربطه بالأرفع أهو. بصوا دي هتنزل بالشكل ده، واجي بقى أعمل له الثبات بتاعي، أحط هنا كي فريم وأمشي شوية كي فريم تاني وأمشي شوية أخليه يترفع معايا لفوق. فأهو دي النتيجة بتاعتي. كده احنا خلصنا اللور سيرد، باقي بس إن هو يبدأ يتلم معايا زي ما فردناه بالطريقة دي. بصوا اهم. الموضوع سهل وبسيط. طيب بعد كده عندي خطوة مهمة جدًا، إن أنا لازم أعمل select على كل الkey frames دي، بعد كده أضغط كليك يمين وهاجي من هنا أقول له as is، وهاجي من الgraph editor وهابدأ أعمل كده تمام عليهم كلّهم، وأبدأ أخلّيه يبقى ينزل أبطأ، أسرع، بعد كده أبطأ. بصوا كده أهو، بصوا اختلف إزاي في الحركة بتاعته أهو. تمام أهو. طيب أنا محتاجة بقى إن يبدأ معايا الحاجات دي تتلم معايا بمعنى أصح، فهاعمل إيه؟ هنبدأ نكبر الcomposition بتاعنا، حجم الcomposition وأقول له خليها لي 30 أو مثلًا 40. تمام؟ فأنا بالتالي كبرت حجم الsequence الcomposition بتاعي، وهاجي عليهم كلهم كده أهو بالشكل ده، وأبدأ أطولهم مثلًا كده شوية، وهاجي هاخد كل الkey frames بتاعتي بالشكل ده Control C. تمام، وهاجي هنا هاضغط Control Shift V هاقول له أوكي. بصوا كده ألاقي إن كل حاجة اتعكست معايا. أنا مش محتاجة، بصوا هنطول إيه، هطول ده، هطول ده، هطول هكذا برضه ده. أنا محتاجة إنه ده يبدأ يتلم معايا، فأنا هنا خلاص كنت خلصت أساسًا خليتهم اترفعوا. لو أنا ما كنتش عملت الkey frames اللي هي النهائية دي، إنه عندي after effects دي بتتشال تمام أو بتترفع لفوق كنت هاخليها، لكن أنا مش محتاجة لدول، فهاجي أشيل key frames دول، key frames دول. تمام، ولو عايزة أقرب دول شوية كده لقدام عادي، فهيبدأ كده ممكن نخليه هنا. فبصوا كده أهو زي ما أنتم شايفين النتيجة. بعد كده هيبدأ إن هو يتلم معايا، فأنا ممكن علشان يبقى الموضوع شكله واقعي أكتر هنا كده، أول ما تبدأ تترفع يبدأ يتلم معايا بالشكل ده. تمام، طيب لو أنا مثلًا شِلت دول وشِلت الkey frames اللي هم دول وخلّيت الكلمة بتاع after effects ما زالت موجودة، فده اللي كنت باقوله لكم، هاجي هاعمل هنا control C. تمام، وهاجي من هنا عادي هاكبّر ده، هاكبّر ده كده sorry، هازوّد مدته عادي، هازوّد هنا مدته عادي، وممكن آجي من هنا من أي مكان أنا واقفة عليه هاضغط control shift V. sorry إيه اللي أنا عملته ده، استنوا، هاخد كلّهم control C وهاجي هنا control shift V، فبالتالي بقوا موجودين كلّهم. بصوا، طيب ليه سارة هاني رجعت معايا تاني؟ لإن هو أخدت كل الkey frames فأنا مش محتاجاهم، هاجي ألغي بس بتاعة سارة هاني، وهاخلّي بتاع after effects أهي اتعكست معايا برضه، وبعد كده هاقرّب دول شوية بالشكل ده أهو، فهيبدأ يتشال معايا، ويبدأ ده يتلم معايا. فأنا حبيت أعرّفكم أنا ليه في أول مرّة
لغيت After Effects وسارة هاني علشان أنا كنت عاملة الخروج بتاعة After Effects، لكن لمّا لغيت الخروج بتاعتها فخلّيتها بعد ما عملت copy وpaste للkey frames بتاعتي، أهو بالشكل ده. فزي ما أنتم شايفين خلّينا برضه نضبّط كده آخر حاجة، إن أنا هاجي هنا كده شوية، تمام، وهاجي هاقرّب الkey frames دي بحيث إن الموضوع يبقى منسّق وواقعي ونشوفه بشكل نهائي. أهو سارة هاني نزلت، هتترفع، هينزل معانا After Effects وبرضه هيترفع، بعد كده هيتلَم معايا الlower third بتاعي. زي ما أنت شُفت كده النتيجة حقيقي مبهرة. طيب إزاي هاقدر أحتفظ بيه كملف مُبهر وأدخّله على البريمير وأقدر أعدّل في كل الحاجات دي وكل التفاصيل دي؟ فده اللي هنعرفه في الدرس الجاي يوم التلات الساعة 10 مساءً. فعلشان ما أكونش بازوّد الموضوع عليك، فأتمنى تكون استفدت لغاية النقطة اللي وقفنا عندها، وعرفت إزاي أنا قدرت أعمل الlower third ده. ولو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك وتقول لي رأيك في الكومنتات، ولو أول مرة تشوف لي فيديو فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك notification إن كل سبت وتلات الساعة 10 مساءً بينزل درس جديد على القناة.